شيء من هالمعازف، فيجب عليه ما دام معه الريموت كنترول أن يخفض الصوت حتى لا يستمع إليها. فحب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وكذلك يعني أنا أرجو من ابني يعني حسام أن يحاول أن يدخل السعادة على أهله من خلال يأخذهم يتمشى بهم مثلا، لا بأس أن يذهب إلى الأماكن العامة. يعني ما دام أنه ما ذهب إلى مكان يغلب عليه المنكر، يعني ما ذهب بهم إلى مكان عفوا مرقص مثلا أو مكان بار لشرب الخمر، لا، ذهب بهم إلى حديقة عامة. الحديقة العامة 90% منها أو 80% خير، بمعنى أن الخير أو يعني محافظة تغلب عليها، لكن لا تخلو من أن يكون هذاك مشغل موسيقى ولا الثاني فرضا امرأة متكشفة أو نحوه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق مع وجود عدد يعني من المنكرات بين عينيك، كما ذكر الله تعالى ذلك لما قال عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام في أسواق مكة يمشي، وهذا يبيع أصنام، وهذه بغايا نساء، وهذا يتعاقد على عقد الربوي، مع ذلك يمشي وينصح ويتكلم ويذكر بالله ويدعو إلى الله ويشتري بضاعته ويمشي. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس في بيته ويقول ما دام السوق فيها المنكرات أنا لن أذهب. ما دام أنك ذهبت لقصد صحيح ويعني تنصح بقدر استطاعتك وتنكر بقدر استطاعتك دون أن تكلف نفسك ما لا تطيق، فلا بأس عليك في ذلك. وأنا أرجو من ابن حسام يعني إذا تيسر أيضا أن ألتقي به فهذا حسن. طيب عطنا إسماعيل مدام من ليبيا. نعم أخي إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يعني عندي مرض الكلى ما نصيمش دكاتره قالوا لي لمدى الحياة. فما نافع شنو ندير أنا؟ قالوا ما نصيمش. شنو الحكم علي؟ ما تستطيع تصوم أبدا ولا يوم اللي تغسل فيه ما تصوم؟ طيب سأفصل له ذلك إن شاء الله. طيب خلي أبو عبد الرحمن ينتظر لي دقيقتين بس ما دام قريب. أخي أبو محمد أو الأخ الذي من نعم أخي أبو محمد سأل عن زوجته، يقول أنها تجلس مع إخواني. الأصل أن النساء يجلسن لوحدهن والرجال يجلسون لوحدهم، ولكن لو مثلا كانوا في بيت واحد ومرت المرأة أمام الرجال أمام إخوان زوجها لكنها تلبس لباسا فضفاضا وعليها مثلا الخمار، فلا بأس عليها في ذلك إذا لم يكن يحصل افتتان بها. أما أن تجلس معهم ويعني تضاحكهم وتسولف معهم وقد كشفت مثلا يعني وجهها أو مثلا لبست لباسا ضيقا ونحو ذلك، هذا لا يجوز، لأنه يقع في القلب نوع من الإعجاب ونوع من الافتتان بهذه المرأة. والله تعالى يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فالقول المعروف لا يتضمن الضحك والمزاح ونحو ذلك. فكثرة الجلوس المرأة مع الرجل الذي ليس محرما لها ومضاحكته وربما يعني المجلس يحتوي شيء من الضحك والسواليف ونحو ذلك لا ينبغي لها ذلك. لكن لو كان شيئا يعني بحدود، مثلا مرت أمامه في البيت جاء وسلم عليها مثلا من بعيد ساكم الله بالخير كيف حالكم عساكم بخير ونحو ذلك، وهو لم يصافحها ولم يقترب منها إنما هي أيضا بخمارها، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أخي إسماعيل سأل عن المريض بالكلى. إذا كان مريض الكلى قال له الطبيب إن الصوم يزيد في مرضك فإنه لا ينبغي له أن يصوم. إذا قال له الطبيب إن الصوم يزيد في مرضك فلا ينبغي له أن يصوم. أما إذا قال له الطبيب إنك يمكن أن تصوم لكن في اليوم الذي تغسل فيه لا تصوم، فيمكنه في اليوم الذي عليه فيه الغسيل ألا يصوم. أخوي عيسى عطني بس بالله هنا يمكن 100 رسالة، خلني أقرأ شوي منها إلا إذا جاء اتصال من مكان بعيد حتى ما نتعبهم. عطنا الجزائر يلا. ها الجزائر حكيم. مرحبا بك يا حكيم. مرحبا بك شيخ. الله يحييك. شيخ عندي مشكلة ما حبيت أحكيك. المشكلة تاعي أني يعني حاب نصلي ما عندي مشكلة. أيوة السؤال مو واضح بس. المشكلة تاعي هل تسمعني؟ أسمعك يعني بصعوبة. تقول أنت عندك مشكلة، ما هي المشكلة؟ يعني المشكلة تاعي يا أستاذ الله المشكلة تاعي يا شيخ هي
شبابنا ما أسمع والله. يقول يا شيخ أنا أصبت بالتهاب في الحلق، كلما أردت قراءة القرآن ألمني حلقي. حضرت المحاضرة بالأمس، حاولت اللحاق بك لكني لم أستطع. طيب حاول أنك تقرأ القرآن بالليل، ويمكن أن يكون بجانبك يعني مادة دافئة تشربها إذا أصبت في حلقك، وأنت إن شاء الله مأجور. الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. يقول عنده بيتين اشتراهم بالتقسيط من 2 وانتهت الأقساط أقل من سنة، هل عليهم زكاة أم ليس عليهم زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة ما دام من البيتين اشتراها بالتقسيط، وهي اشتراها أيضا لأجل السكن كما هو واضح في الغالب، فليس عليه في ذلك بأس. يقول عند حساب في أحد البنوك التجارية كوديعة، وهناك عرض إذا كان لديك حساب قدر 100,000 تدخل سحب على سيارات وأجهزة كهربائية، هل هذا جائز أم لا؟ نعم، ما عليك بأس في هذا إن شاء الله، بشرط أن لا يشترطوا أن يبقى هذا المبلغ مدة عندهم. يعني لو قالوا مثلا اللي عنده حساب 100,000 لكن بشرط أن يبقى هذا المبلغ 6 أشهر في البنك ما يسحب منه، هذا ندخله في السحب على السيارة، هذا ما يجوز، هذا قرض جر نفعا. أما إذا قالوا احنا عندنا اللي يوصل حسابه 100,000 نعطيه هدية، هذا ما في بأس، هذه هدية مجردة، بشرط أن لا يشترطوا أن يبقى المبلغ مدة معينة عندهم. يقول ما حكم الشاب الذي يعني يسأل عن العادة السرية التي عند الشباب التي يعني يفعلها البعض، يقول هذا يفعلها في الليل من رمضان حتى لا يفسد عليه صومه، ما الحكم في هذا؟ هي بلا شك أنها ضارة بالجسم، وترك الإنسان لها هو الأولى حتى لا يؤدي بك إلى مضار ربما لا تجدها الآن، ربما تجدها بعد فترة. وأيضا بعض أهل العلم يدخلها في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.